يسلم لي رب حماماتنا، لكن احنا ما في احلى من الحمام عنا. الحمام هون باوروبا دوش، صابونه، ليفه، شامبو، خلاص لازم تطلع. نحن عنا الحمام، بتفوت على الحمام نحن عنا كانك فتت بالدويره تبع اليس في بلاد العجائب، صرت بكوكب ثاني، كوكب المغامرات، كوكب اكشن. في عندك بالحمام اول شغله الحجره السوداء تبع جلخ الركبه، جلخ كعب الرجل. هي الحجره بحسها انا جايه من غير كوكب، بتحسها حجره جايه من جهنم، بتحس هي حجره جايه من اصطدام كوكبين ببعض. وهذا الكوكب يلي فرض كل شيء منه اجت بحمام بيت سوري. بتطلع فيه بحس سودت الدنيا بعيني، منظره غريب مرعب، ما بعرف يعني بتحسه قاعد هيك على الرف وعامل هيك، بتخاف تقرب عليه، بتخاف تلمسه. يعني في عندك الليفه، لما كانت امهاتنا الله يخليكم امهاتكم تحممنا ونحن صغار وتليفنا، لكن معلم بتحس برادة اللحم ونشارة اللحم صارت تحتك. بتحس حالي باب خشب وعم اعمل وش حف بشي منشرة خشب. وفي عندك شامبو سنان، شامبو سنان هذا معلم انا ما شفت منه الا بسوريا، بتحسه مصنوع من مية البطاريات. لك اسيد كنت انا كل ما اطلع فيه لهذا الشامبو يحكني راسي. هذا الشامبو لما كانت امهاتنا تحممنا فيه يشيل القشرة ويشيل الشعر وجلدة الراس، التفافات المخ، وحتى اذا في افكار براسك بيملك يا حنفية المازوت. انا بحياتي ما سمعت انه في حنفية مازوت بقلب حمام. الشغله كانت تجنن. لما كنت صغير كان في عندنا حنفيه مازوت بالبيت. مره هيك يعني ببراءة الأطفال رحت فتحت الحنفية شوي، ماني منتبه عم نزل شوية مازوت، لكن من الريحة حسيت حالي عم بتحمم بالكازية. خذ لك بدون 5 لتر وانت فايت على الحمام، فايت على الكازية، أنا ماني فايت على الحمام. مشط سنان، مشط سنان، هذا المشط تحدى إنسان بالعالم يقدر يحط هذا المشط براسه ويمشيه سنتي واحد، لأنه بتحطه بشعرك خلاص بيضرب فرام ما عاد بيمشي. وفي عندك الصابونه، صابونه الغار خيو المربع. كل حمام ببيت سوري بتلاقي صابونه غار هيك قدها مربعه، وبتلاقيها قاعده هيك على الرف ومالخه هيك حواليها هيك عامله مدري شو هيك سايل منها الغار ودايبه. مستحيل يجي بالك تجربها، بس اذا مثلا انت فضلت عليها للصابونه واجا بالك تجربها، لا بتجي بدك تقيمها، لا بتحسها مربوطه ب4 براغي ما عم تنقام معك. فوق ما انت فضلت عليها للصابونه بدك تجربها وكمان ما عم تطلع معك. وانت اذا بتجرب تلاقي في حالك فيها هي الصابونه، لا بدك 4 يحملوها معك. وفي عندك ديجنطور الحمام، ديجنطور الحمام معلم الله وكيلك. لما كنت انا اروح بدي ارفعه بحس انه هي اخر لحظات حياتي. ليش مثلا ما في هيك شيء كبسه هيك عومه يشغل مثل كبسه الكهرباء هيك الواحد بيكبسها بكل اريحيه، بخوف، بتحس اخر يوم بحياتك غاد وانت عم ترفعه. ولما كنت صغير انا بتذكر كانت لما امي تجي بدها تليف لي وشي بالليفه، لك من كتر ما تشد على وشي وعلى انفي وعلى اذني، لا بحس انفي صار هون واذني صارت هون ودمي صار هون. معلم بتحس اغراض وشك تغيرت قرنيه، صار كل غرض بقرني. وبنجي بقى للأذان، أذان الحمام السوري. الأذان عنا بالحمام السوري بتحسه مثل المركبة الفضائية ومعك قاعدة بالحمام، وهو دائما بيجي بلا ساعة حرارة. لما بدك ترفع الحمام بتقول لك امك ماما روح دسلي الحمام، روح دسه حمي الحمام. امك لما بتقول لك هي الجملة بتحس حالك ميزان حرارة. يركبوا له ساعة. وفي الفتحة تبع الأذان يلي من تحت هي اللي على اساس بقى بيشعلوا منها اللي هيك طابه وكذا ومازوت، بتحس رح يطلع 4 كائنات فضائيه منها لهي الفتحه ويجوا يليفوا لك ظهرك على الرايح وعلى الجاي. واصعب شغله بالحمام مساواه المي السخنه مع البارده، وخصوصي معلم شو اذا امك كانت عم تطبخ. اتذكر يعني انت بتحس امك عم تتحداك، بتحس امك عم تقول لك انا بتحداك تقدر توازن المي السخنه مع البارده. لك اترك الجلي من بين ايديك وما بيجي الجلي امك الا لحتى تفوت تتحمم. وفي فرق كتير كبير لما بتفوت البنت على الحمام او لما بتفوت الشاب على الحمام. يعني البنت لما بتفوت على الحمام بتلف حواليها منشفه وبتحط على راسها منشفه وبتقول يا مسهل، وبتفوت بالموضوع دغري. بتفوت تاخذ معها الشامبوهات الكريمات، بتفوت معها البزوريه والعصرونيه كلها لجوا، بتخلص تطلع ما حدا بيحس عليها. نحن الشباب لما بفوت واحد على الحمام بيعمل حرب، بيعمل بلبله، بيعمل فتنه، بيعمل الف كل شغله بتضوج بيعملها. لازم يطلع راسه 3 مرات من باب الحمام. اول وحده
مين فتح المي السخنة؟ أمي المي السخنة. ثاني وحدة. لك أمي أعطوني المنشفة، عبودني البردة منشفة. ثالث وحدة. كنشاوي عالجسر قاعد يغمض بزر يضحك سنونه صفر فاتت بحديدة. بس يا حمار، بس يا حمار، بص